طيب بصي، هو مبدئيا اللي عنده اكتئاب اول ما بيعرف ان عنده اكتئاب بيبقى كل اللي هو اللي محتاجه ان هو يتحسن، اعراضه تتحسن. فالاعراض دي بتفرق ما بين هو عنده اكتئاب بسيط او حزن او احباط الى اكتئاب شديد او مودريت او سيفير. فاحنا من الاول بنحدد الاول هو عنده اكتئاب من انهي نوع، وهو عايز يوصل لفين. هل هو عايز يحسن الاعراض ولا هو عايز يتخلص من الاكتئاب تماما؟ هو ممكن ما يكونش مدرك لكل ده، هو جاي لك عايز يطلع من الاكتئاب وخلاص. بالظبط كده. فاحنا بالاول بنحدد الوجهه، الهدف. انا عايزه اخلص الاعراض دي ممكن تنتهي بشويه ادويه. هل انا عايز احسن من جوده حياتي؟ لا، احنا بنشتغل ساعتها سايكوثيرابي، ان احنا بنشتغل افكار ومشاعر بنحطهم على ورق، ونكتب افكارنا في الموقف الفلاني، في المشاعر في الموقف الفلاني. انا اتصرفت بالسلوك اللي بالشكل ده، فبالتالي انا هحدد ايه السلوك اللي غير مرغوب فيه وابتدي اشتغل عليه، ان انا ابتدي اجيبه من جذره. احنا عندنا 5 جذور للاكتئاب، منها الاحباط، ومنها ان انا عدم القبول، ومنها ان انا رافض الحياه اصلا، ومنها افكار معتقدات عن نفسي انا غلط. يعني انا حاسس ان انا مثلا ما استاهلش، او مصدق عن نفسي ان انا ما استاهلش، او مصدق عن نفسي ان انا مش كفايه، او مصدق ان انا مش محبوب.